السلام عليكم وعليكم السلام واهلا وسهلا في يوميات بنت شبهكم. ضيف الحلقه القائد المغوار الخطير الكبير الشاطر كل حاجه ميدو محاميحو. فده ضيف الحلقه النهارده عشان جاي يشهد على الكلام اللي بقوله لان هو كلام مهم. انا حاسه ان انت مأجله بجد حاجات نفسك تعمليها، فانا جايه اديكي على وشك قلمين. طبعا انت هتقولي هتديني على وشي ليه؟ مش تعرفيني منين؟ اقولك احنا اخوات، خلاص احنا اخوات. يعني بصي طلع لك بالطرحه بايظه، لابسه اي حاجه، فاحنا اخوات، احنا اخوات بمعنى الكلمه. فانت مش هتلاقي حد يقولك الكلام ده عشان انت خايفه اصلا تعملي الحاجه اللي انا جايه اقولك عليها. فبعد اذنك سيبك بقى من التقليب واقعدي اسمعي، اتنيلي اقعدي اسمعي. اول حاجه، انا عارفه ان انت نفسك تعملي حاجه معينه في حياتك بس خايفه تعمليها، وده اللي انا مريت بيه انا والواد محاميحو ده. انا كان نفسي قوي ان انا اعمل فيديوهات وكده. اخرت الموضوع كتير جدا. شايفين الحاجات اللي ورايا دي انا عاملاها بتاع يجي سنه ونص سنتين، من قبل يعني من زمان جدا. عمري والله ما كنت عملت فيها عندها غير فيديو ولا كام فيديو، يعني فيديوهات قليله قوي. المهم ان انا كان نفسي اعمل الحاجات دي بس كنت خايفه من نفس الحاجتين اللي انت خايفه منهم، كلام الناس. كنت خايفه من الفشل. اول حاجه الفشل، واللي هو اكتشفت ان انا لما بدات اعمل فيديوهات ان هو حاجه وهميه، لان انت لما بتبداي في الحاجه اللي انت بتعملي فيها واحده واحده الحاجه دي بتكبر والدنيا بتحلو. حتى لو مش بيبقى باين لها كده معالم في الاول، هي مش باين لها حاجه. ولا ايه رايك يا ميدو؟ ميدو مؤيدني الراي، مش بيبقى باين لها معالم كده، بس فعلا فعلا انت بتبقي واحده واحده بتحققي الحاجه اللي انت عايزاها. تاني حاجه بقى كلام الناس. اكتشفت انه كلام الناس ده ملوش 30 اي لازمه، ولا بتاكلك ولا بتشربك ولا بتسقفلك ولا بتيجي تقولك مش عارفه ايه ولا مش عارفه ايه. ليه؟ عشان ممكن عادي جدا الحاجه اللي انت عايزه تعمليها هي مش من اهتمامات الناس اصلا، انت اللي مكبره الموضوع في دماغك، وانت اللي قاعده مستنيه ناس تنتقدك، وهتنتقدك ازاي، وهتقول عليكي ايه وحش، وهتقول عليكي ايه حلو، وهتاخد بالها مش عارفه من ايه. قومي يا حبيبتي، قومي يا ماما، اعملي الحاجه اللي انت عايزاها. عايزه تفتحي براند قومي افتحيه، عايزه تعملي حاجه بعيده عن دراستك قومي اعمليها جربيها، عشان لما تكبري في السن ويبقى عندك مثلا 35 سنه بقى كده. يعني انا بتكلم شويه مع الناس اللي هي ايه قد، يعني انا لسه ما تمتش ال 30 الحمد لله، والف الف مبروك. لما مثلا اعدي ال 30 ما ابصش ورا كده واقعد اقول ياه ما كنت عملت ما كنت جربت. اما انا دلوقتي مثلا لو كنت فضلت بالعقليه المعفنه دي، المعفنه المنكره دي، كان زماني بقى بعد ال 30 اقعد اقول ايه، مش هلحق اعمل ده، خلاص ما الناس هتقول عليا وتسوي عليا. فانت تخيلي بقى لما تعدي السنين هتعملي الحاجه اللي انت نفسك فيها؟ لا خالص مش هتعملي. فكلام الناس ملوش 30 لازمه. قومي جربي الحاجه اللي انت عايزاها. هنا الواد محاميحو بيشجعك وبيقول لك يا بت انت شاطره، انت ما فيش منك اتنين على الكوكب، وسماسيم ومحاميحو الاتنين بجد بيشجعوكي. فقومي طنشي كل الكلام ده وجربي الحاجه اللي انت عايزاها، وما تركزيش مع كلام حد، واتبسطي بحياتك، اتبسطي. انا لسه هحتفل بال100 دول، انا مش قادره اقول لكم، انا معتبراهم 100,000 والله. فلسه هنحتفل احتفالات مع بعض، وهنمشي بقى عشان عندنا مشاوير كتير قوي الفتره الجايه. فانا والله العظيم انا هاخدك معايا في كل